عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ودردشة عطرية مميزة. النهاردة هتكلم عن نوع من العطور جميل جدا. دي إزازة بيتحط فيها العطور. أنواع العطور الجميلة اللي تحطها في الصيف، أو الترشيحات اللي ما يختلفش عليها حد. واحد يقول لي هو ايه الذوق اللي ما يختلفش عليه حد؟ ما كل واحد ليه حاجات بيحبها، حاجات بيفضلها. اقول لك في انواع الناس تقول لك لا دي كذا دي كذا دي كذا، ده النوع دوت بيعجبني، النوع ده مش بيعجبني. براند زارا، في زارا فور هيم، زارا جولد او بيسموها زارا جولدن، حاجة جميلة جدا، روعة جدا، وبراند ديزاينر، اتجاه قوي، الثبات القوي. هتيجي بقى تقول لي اصل في سترونجر ويز يو، سترونجر انتنسلي، هتيجي تقول لي ده في 3 جي، ده في انفيكتوس، اقول لك ده في حاجات هم حلوين. سترونجر ده حلو في الفواحات، بس خلي بالك في القوة. كذلك برضو يعني لما تيجي تبص على عطر، عايز الناس برضو تشم الحاجات دي. ناكسوس والكسندريا 2 من زرجوف، العلبة اصلا ازازتها عاملة زي حاجة بقى فخمة اوي عندي خالص، ب40,000 جنيه الكسندريا 2. ولو رحت عند محل بتاع عطور هيدالك ب3000، وممكن يبقى ابن حلال يدالك ب2000 جنيه. الازازة العطرية انا من وجهة نظري يعني مش معيار ان العطر حلو، بس سعر العطر هل هو هيقيم اداؤه؟ لا. شم ايه الريحه الحلوه دي، ايه الاسم الجامد ده، ايه زرجوف دي، ايه الدار دي عامله حاجات اناقه، شياكه، اضافه، تميز حقيقي. ناكسوس دي برضو حاجه جامده قوي. السايد افكت، ايماجينيشن، خمره بتاعت قهوه كانت جامده قوي. كل الانواع دي جميله قوي قوي. بس برضو في ناس تقول لك انا بحب الانواع اللي هي النيش، الانواع اللي هي دار ازياء خاص بنفسها، الشركه بتعمل الانواع ديت بالظبط وتنتجها وتشتغل عليها، زي الزرجوف. في برضو في التوم فورد توباكو فانيليا، طعمها تقول لكم طعمها، ريحتها. وعلى فكره في ناس يعني تقول لك ده ريحتها وطعمها حلو. الفانيليا نوتة عطرية متناغمة مديالك اتجاه قوي جدا. كذلك برضو الاصدارات بتاع السوفاج الجديدة، انا اتكلمت في فيديو عن السوفاج اليكسير وقلت عنها، وبرضو اتكلمت عن السوفاج نفسها، نقطة البرغموت والاتجاه بتاع الليمون والحمضي. السوفاج دي مفيش حد يختلف عليها، عامله زي الانفيكتوس والاكوا دي جي والاكوا جي بورفوندو والاودي تويلت والحاجات اللي هي ايه من الاخر. طبعا في جديد، هو يعني ممكن ما يبقاش في جديد في العطور، ده اكيد في جديد. خمره برضو اللي لسه نازله، الخمره الدخان برضو النوتة العطرية بتاعتها الخمرة، بتغير ايه تعديلات بسيطة في النوت. يعني دايما برضو ايه، كل اصدار بيختلف في حاجات معينة، وبيختلف في حدة العطر والتجانس وعملية الريحة ذات نفسها، وعملية الأداء والثبات وهكذا. أنا عندي معيار ما بيخلينيش أبص للعطور بنظرة ايه العطر ده، والعطر ده ايه يعني، أقيمه ازاي، أشوفه ازاي. أرش العطر ده مرة الصبح مرة بالليل، أرش العطر ده على منديل ورق
واسيبه في حته فيها هواء، اقيم الثبات ثم الفوحان، واعمل عمليه تعتيق. في مراحل كتير قوي اهو يا عم الحاج، يعني هتعرف النوع ده حلو ولا لا. طب اقول لك على حاجه كمان، المرشد اللي هيدي لك الدليل هو انك تشم العطر، ما هو برفان لازم يتشم. يعني السوفاج اليكسير جميله جدا، السوفاج رائعه، الاكوا دي جي لما تحط على السوفاج اتجاه خطير. يعني ده ميكس، انا ضد الميكسات بس الميكس ده حاجه تانية. الهوجو على الاكوا دي جي جامده، الهوجو على الاترنتي جامده قوي برضو، ما يختلفش عليها اتنين. الخمره لما تحط عليها بعض، او زي ما يقول لك ايه، 10 جرام خمره، جرب الكلام ده، حط عليها 5 جرام روز فانيليا، يا لهوي حاجه اتجاه رائع. العطور دي